بيتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1، ومباراه ورا الثانيه بتثبت فعلا ان النادي الاهلي في احتياج كبير جدا لراس حربه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. النادي الاهلي بيتعادل مع نادي سيراميكا 1-1، لكن زي ما بقول في حاجات كتير جدا بتبين النادي الاهلي فعلا في احتياج كبير جدا لراس حربه، واولهم هدف التعادل. هدف التعادل انت جبته مش بمجهود من راس حربه او لعبه او غيره، انت جبته من ضربه جزاء من خطا ساذج جدا من محمد شكري لاعب نادي سيراميكا. كريم فؤاد الراجل بيصارع على الكوره، اللاعب ما قدرش ان هو يحجز عليها فتسبب في ضربه جزاء من كوره زي ما بنقول كده كوره ميته. فلو الكره دي ما كانتش جت او اللاعب محمد شكري ما كانش اهمل في الكره دي، النادي الاهلي كان هيعمل ايه؟ فزي ما بقول النادي الاهلي في احتياج كبير جدا لراس حربه، وفي اكتر من حاجه بصوا عليها في المباراه. اولا رؤوس الحربه في النادي الاهلي بيضيعوا كم من فرص كبير جدا. تاني حاجه في اكتر من كوره بتوضح ان رؤوس الحربه للنادي الاهلي بيتمركزوا غلط، اكتر من كره تتلعب عرضيه بشكل خطير، بس مفيش راس الحربه اللي بيقدر يهدف، مفيش راس الحربه اللي واقف صح في ال 18. فكل ده بيبين ان النادي الاهلي فعلا في احتياج كبير جدا لراس الحربه. وفكره مش اي راس حربه، راس حربه فعلا مميز. حتى اداره النادي الاهلي فكره ان انت يكون عندك بديل ليه، وان هو مثلا اقل 100,000 او 200,000 دولار او حتى 300 400,000 دولار، فانت تفضل اللاعب الاقل وتقول له هو ده اللي في الامكانيات الماديه. لا، انت دلوقتي بتتكلم ان انت كنادي الاهلي مش قادر تهدف. انت زي ما بقول النهارده هدفت بسبب خطا ساذج جدا من محمد شكري لاعب سيراميكا، غير كده انا ما كنتش قادر تهدف. ففكره ان انت تدفع مبلغ زياده، لا، ما هو المبلغ ده مش هيكون هو البديل ان انت تخسر الدوري او تخسر بطوله افريقيا. فلازم اداره النادي الاهلي، لا، لو هيدفع مبلغ كبير في راس حربه لا يدفع، لان الموضوع بقى صعب جدا. الحاجه الثانيه اللي انا حابب اتكلم عنها في النادي الاهلي، والمركز اللي انا شايف انه ضروري جدا في النادي الاهلي، هو حراسه المرمى. محمد الشناوي اخطاء بقت كتير جدا، واي لاعب، خلينا نكون صراحه مع بعض، مش محمد الشناوي او ما بتكلمش عن شخص محمد الشناوي، اي لاعب كره قدم طول ما هو مالوش البديل الكفء اللي قاعد على الخط بيهمل او مستواه بينزل. ودي على فكره حتى في اللعيبه العالميه الموضوع ده معروف، مش في اللعيبه المصريه بس. وزي ما بقول انا ما بتكلمش عن شخص محمد الشناوي، انا بتكلم عن نفسيه لاعب الكره عموما. لازم محمد الشناوي يلاقي البديل الكفء اللي موجود على الخط، اللي هو انت لو غلطت ده بعد كده هو اللي هيشارك. غير كده مستوى محمد الشناوي هيفضل زي ما هو، اخطاء كتير جدا، ويمكن اخطاء السنه اللي فاتت كمان هي اللي ضيعت الدوري. لكن جماهير النادي الاهلي كلها كانت بتقول ان رصيده يسمح. لكن دلوقتي وبعدين هتخسر دوري ثالث، هتخسر برضه بطوله افريقيا، ولسه هتقول مثلا ان رصيده بيسمح؟ لا. وانت قدامك النهارده كان حارس، يعني انت فكره ان انت مش المركز ده مش هتدور عليه كتير، لان انت واحد زي بسام النهارده قدامك اهو، الراجل متالق قدامك قبل كده كتير. بسام ده اللي ضيع عليك قبل كده كاس السوبر. فانت ايه المشكله في ان انت تتعاقد مع حارس مرمى زي بسام؟ انا شايف ان الموضوع ما فيهوش اي مشكله، حتى لو هتتعاقد معاه عشان مستوى لاعب زي الشناوي يعلى، او حتى هو يكون الحارس الاساسي. الراجل بصراحه كفء و10 على 10، وهو راجل المباراه النهارده. بالنسبه لكره المدير الفني للنادي الاهلي، بصراحه في معضله. انا بحب ادي دايما فكره، يعني ما بحبش ان انا اتكلم عن حد بشكل وحد تاني بشكل. اولا فريرا مدرب النادي الاهلي كنت دايما، فريرا مدرب نادي الزمالك اسف، كنت دايما بديله عذره بفكره ان هو بيجرب في الدوري. موسيماني برضو من الناس اللي انا كنت بعذرها من كم الاصابات اللي كان موجود في النادي الاهلي والاجهاد وغيره وغيره وغيره، ودايما كنت بلتمس للراجل العذر في فكره ان هو بيخفق في بعض المباريات. وكولر نفس القصه، انت النهارده فجاه اصابه اكرم توفيق، طبعا اصابه مؤثره، وانا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، ويمكن لو شفت الفيديوهات اللي هنا في الصفحه. الحاجه الثانيه كمان ان واحد زي احمد عبد القادر، واحد من اللعيبه الاساسيه عندك، برضه بيتصاب. ففكره ان انت تودي برونو سافيو النهارده على الخط عشان مضطر ان انت تلاعب قفشه، سافيو النهارده ما كانش موجود، وقفشه مستواه من سيء لاسوء. فالمشكله ان انا عايز اتكلم عنها ان انت مش قادر تحكم على كوره المدير الفني، لان اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي بتثبت ان في فعلا مشكله في اللعيبه. لان موسيماني هو الوضع مع موسيماني، هو الوضع مع سواريش، هو الوضع مع كولر. فلا، كده في مشكله في اللعيبه نفسها مش في المديرين الفنيين، لان اكتر من مدير فني والمستوى هو والاخطاء هي سواء من الشناوي، سواء من كم الفرص النادي الاهلي بيضيعها، هي نفس، لو بصيت لها هي نفس الاخطاء اللي كانت مع موسيماني. كولر بيمر بنفس الظروف برضه اللي مر بيها موسيماني. فجاه اصابه اكرم توفيق، النهارده برضه محمد متولي غايب، فبيضطر ان هو ينزل مثلا ياسر ابراهيم.
فكره ان انت فجاه بيتصاب عندك برضو واحد زي احمد عبد القادر انت كنت بتعتمد عليه المباريات اللي فاتت كلها، فانت مش عارف تقول الراجل سيء. وانا بصراحه ضميري مش سامح لي ان انا اقول الراجل سيء، لان كنت بعذر موسيماني، فلازم اعذر الراجل في الموضوع ده. هنحكم على كولر امتى؟ هنحكم على كولر بعد صفقات يناير، لو النادي الاهلي وفر له كل متطلباته، ما تحججش بان لا اللعيبه دي غاليه او اللاعب ده غالي او الى غيره. كولر يتحكم عليه بعد صفقات يناير، ان انت فعلا تجيب للراجل الصفقات او كل الصفقات اللي هو محتاجها. بعد كده نقدر نحكم على الراجل 100%. هل من وجهه نظر الكولر او من الكلام اللي انا بقوله ان كولر ما عندوش عيوب؟ لا، كولر عنده اكتر من عيب. منها مثلا النهارده نادي سيراميكا انت هاجمت بشكل كبير جدا نادي سيراميكا في اخر المباراه. لو في لاعب او اثنين لعيبه في نادي سيراميكا بيقدروا يتبادلوا الكوره بشكل كويس وبيقدروا يسددوا بالكوره على المرمى بشكل كويس، سيراميكا كليوباترا كان جاب هدفين ثلاثه. لكن زي ما شفنا بتضيع الاهداف بشكل ساذج جدا من نادي سيراميكا. فكره ان حمدي فتحي يكون لاعب ثالث دي كان بيعملها موسيماني، انا شايف ان دي اصح في حاله النادي الاهلي، لان انت لو رحت افريقيا بالمستوى ده او رحت كاس العالم للانديه بالمستوى ده، انا شايف ان انت في مباريات ممكن تخسرها بعدد اهداف كبير، لان انت دفاعيا ما بتكونش منظم بشكل كويس. وفكره ان لاعب زي حمدي فتحي يلعب ليبرو متقدم ويكون صمام امان بالنسبه للدفاع، انت بتضيع الفرصه دي. فانا برضو كولر لا، دي خطا من اخطائه، وانا شايف ان هو لازم ان هو يفكر فيها، لازم يفكر في ان هو لا يامن نفسه دفاعيا اكتر من كده بكتير. لان زي ما بقول سيراميكا او اي فريق ومباراه بيراميدز جايه وهتثبت كلامي، ولو ما لعبش بحمدي فتحي في المركز اللي انا بتكلم عنه ده، النادي الاهلي ممكن يشيل عدد اهداف كبير جدا من نادي بيراميدز. اتمنى يكون شرح المباراه عجبكم، واتمنى ان انتم تشاركوني رايكم في التعليقات.